وكانوا الله يستر يقدروا يطيحوا ارواح. شوف الحجر اللي كانوا كيشيروا بها الاخوان، شوف الحجر هادو راه كانوا ناويين يقتلوا، هادو راه كانوا باغيين يقتلوا عباد الله. شوف 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 الحجر اللي كانوا كيشيروا به. شوف شوف كيف ما كتبعوا مشاهدينا، هذا الطوبيس هذا اللي براكوه شفاره بطريقه او بوحشيه، وكانوا بغاو يصفيوها لهاد الناس، لانه ملي كتشير بهاد الحجر، حجره كتوزن نص كيلو حتى الكيلو، فراه انت باغي تقتل عباد الله. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تيفي في هذا الاثناء، من قلب عين حروده، من قلب عين حروده الطوبيس في هاد اللحظات راه تم الاخذ ديالو البريغاد ديال الجندارم باش يبحثوا في هاد لافير هادي ويتشدوا هاد الشفاره وهاد الوحوش في اقرب وقت. اذا بارطاجيو اللايف مشاهدينا، بارطاجيو اللايف باش تساعدوا حتى نتوما باش يطلق عليهم القبض في اقرب وقت، لانه كيف ما قلت لكم راه كانوا كيشيروا بحجر فيه ما بين نص كيلو حتى الكيلو، يعني حجر فيه ما بين نص كيلو حتى الكيلو كانوا كيشيروا به. الله يسر هاد الايام ولينا كنسمعوا غير الكوارث. شوف 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 الحجر، اذا نشوف الحجر اللي كانوا هاد الناس تيشيروا به على هاد الطوبيس هذا اللي كانوا وسط الركاب اللي عرضوا السلامه ديال مجموعه من الناس للخطر. الان في عين حروده 17. اذا كيف ما كتبعوا مشاهدينا من هنا من منطقه 17 عين حروده، اخ ايوب هذا عمل ارهابي خطير، وفعلا فعلا فعلا لا جينا نتكلموا، هذا راه عمل ارهابي خطير ديال بصح، هذا راه عمل ارهابي. يعني كنتي غتصفيها لارواح الناس، يعني كنتي غتقتل عباد الله. راه كيف ما قلت لكم اللي كيشيروا بحجر فيه ما بين نص كيلو حتى الكيلو، راه هادو بغاو يقتلوا عباد الله. فعلا فعلا الاخ حسام راه صورناه في الاول، هانتوما الحجر راه وسط الطوبيس بالكامل لانهم هرسوا كل شيء. الحجر راه حجر السباطه، شوف كتشاهد معنا مشاهد، ها هو الحجر. اذا كارثه مشاهدينا. شوف 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 الطوبيس اللي كانوا راكبين فيه الناس، شوف الطوبيس اللي كانوا راكبين فيه الناس مساكن، كل واحد مخرجوا الغرض ديالو، كاين اللي مخرجه خدمته، كاين اللي مخرجه قرايته، يعني كل واحد شنو مخرجو. فللاسف يتعرضوا لهذا الاعتداء بوحشيه. فكنتمنوا ان شاء الله الناس ديال الدرك الملكي انهم يلقيو عليهم القبض في اقرب وقت، لانه حاليا تم اخذ الحافله الى المركز